طيب أميرة، قولي لي بقى، احكي لي عن مقابلتك بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال لك ايه، واحكي لي كده عن مشاركتك واحساسك. هو انا اول مره لما شاركت في النسخه الثالثه، يعني اه. كنت كورال بس. كنت في كورال في فريق دنيا سمير غانم المغنيه. ايوه. ف يعني ما اتقابلتش معاه، وش الوقت اتكلمت معاه ولا سلمت عليه في اول مره. بس يعني كانت لقطه حلوه ان انا طلعت غنيت مع دنيا سمير غانم في حفله قادرون باختلاف اللي بيحضرها الصور معانا الرئيس. كمان على اه الهوا اهي، وانت مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت في النسخه الخامسه اللي هي السنه اللي فاتت. اه. هو كنا لما بعد الحفلة ما خلصت وهو بيتكلم، احنا طلعنا وقفنا عشان ناخد الصورة معاه. ف وهو نازل علشان نروح نتصور، يعني جه مسك ايدي. ففي حد من كان الفولنتير. بيقول لك ايه بقى؟ لا انا شايفه هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكلمك بقى، بيقول لك ايه؟ لا هو انا كنت بكلمه بقول له ان انا مبسوطة، يعني ان انا يعني ماسكة في ايده وماشية جنبه وكده. فهو يعني كان بيشكرني وكده، كان بيقول لي شكرا يعني. ففي حد جه ياخدني منه عشان يوقفني بعيد، فراح قال له لا سيبها، وهو اللي وصلني لحد المكان اللي احنا كنا هناخد فيه الصورة. فهي باينة اللقطة دي وهو ماشي جنبي يعني. طب قولي لي يا اميره، انت شايفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل ايه لقادرون باختلاف؟ هو احنا من قبله بصراحة احنا يعني ما كانش تقريبا في ان هو حد يهتم بينا او اللي هو يهتم ان في ناس قادرون باختلاف عندهم مواهب ممكن ينموها او كده. هو من ساعة ما بقى موجود عمل يعني، وبقى عمل قانون اللي هو الخاص بقادرون باختلاف. يعني انت واحنا شايفه ان السيد الرئيس مهتم بقادرون باختلاف ومدي كل الاهتمام ليهم؟ مدينا الحق كمان ان احنا لينا الحق اه. في كل حاجة هو بيعملها او بتتعمل في الدولة، سواء انتخابات سواء اي حاجة، انشطة، حفلات، مش عارف، حقوق، اي حق لينا او اي حقوق لينا هو مش بيضيعها. اكيد وبيقف طبعا. معانا وبيساعدنا وبيشجعنا. ده كفاية ان هو يعني اللي هو بيحضر الحفلات بتاعتنا كل سنة، بيبقى في يوم مخصص لينا ان هو يجي يحضر اكيد معانا طبعا، الحفلة دي. وبيتكلم معاكم ف وبيسمعكم وانتوا بتسمعوه ايوه. فدي بجد بتبقى حاجة حلوة جدا. يعني احنا كمان بقينا في حاجات اللي هو الناس النورمال ما بيعرفوش يعملوها، او بيقابلوا رئيس الجمهورية بصعوبة جدا او ممكن ما يقابلوهوش. احنا بكل سهولة ان هو ادانا الحق ده ان احنا نتقابل معاه ونكلمه ونسلم عليه ونتصور جنبه اكيد ونعمل حاجات طبعا. كتير غيرنا ما بيعرفش يعملها يعني. اكيد.